في دراسة أعدها باحث بريطاني، واحد من الباحثين البريطانيين اسمه بول هوسفورد. باحث بريطاني عد الدراسة ونشرها في صحيفة اسمها ذا جورنال. الجورنال، صحيفة بريطانية اسمها ذا جورنال اللي هو الجورنال. بتقول ايه الدراسة؟ او كان بتدور حوالين ايه الدراسة؟ الدراسة بتدور حوالين تعاليم، خدوا بالكم من الكلام، تعاليم وقيم وآداب الإسلام المطبقة في كل دول العالم. يعني يروح كده عند كل دولة وكل شعب يشوف الشعب ده بنسبة قد ايه بيطبق تعاليم اللي موجودة في القرآن الكريم، التعاليم السامحة بتاعة الإسلام، المبادئ بتاعة الإسلام، روح الإسلام، فلسفة الإسلام. سيبك من العبادات، هو مش بيروح يشوف الناس بتصلي قد ايه ولا بتصوم قد ايه ولا بتسجد قد ايه ولا بتصدق، ملوش علاقة. هو بيتكلم عن التعاليم والأخلاق اللي موجودة في القرآن، واللي قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه اذا كان الإسلام 100% ف5% منه عبادات اللي هو صوم وصلاة وزكاة وكذا، و95% منه معاملات. اهو الراجل البريطاني ده لف في العالم عشان يشوف انهي شعب بيطبق معاملات الاسلام. ملوش علاقه هنا الشعب مسلم ولا مش مسلم، مش قضيته، هو شايف بس التعاملات والمعاملات عامله ازاي. اقول لكم النتيجه ولا بلاش؟ النتيجه تصدم وتزعج وتضايق وتكسف. النتيجة يا سادة انه الدولة او الشعب، خلينا بلاش الدولة عشان احنا ما هو ما اتكلمش عن الدولة واتكلم عن الشعوب وممارستها في معاملات الاسلام. الشعب رقم 1 في تطبيق تعاليم ومفاهيم واخلاق وقيم الاسلام في الحياة ايرلندا. مين؟ ايرلندا. هي ايرلندا دي دولة اسلامية؟ لا والله. طيب بعد ايرلندا الدنمارك. دنمارك ايه يا ابني؟ انت واعي اللي انت بتقوله؟ ايوه الدنمارك. طب اهي بقى الدولة الاسلامية جاية اهي بقى اهي. الثالثة السويد. انتوا بتكلمني عن مفاهيم الاسلام؟ اقول لك ايوه. طب دي دول مش اسلامية. هقول لك مين جاب سيرة الدول الاسلامية؟ مين جاب سيرة ان انت يجب ان تكون معتنق الاسلام عشان تبقى فيك اخلاق المسلم؟ وافهموا ارجوكم اللي انا اقصده. ودول كتير 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 كتير. اقول لكم المفاجأة اللي تفرح. اول دولة اسلامية جت في الترتيب دولة ماليزيا، وجت في المرتبة رقم 33. يعني في 32 دولة غير إسلامية بيطبق شعبها مفاهيم وتعاليم وقيم وأخلاق ومعاملات الإسلام في حياتهم اليومية. أما أول دولة عربية إسلامية اللي فاتت، ماليزيا دي كانت أول دولة إسلامية، أول دولة عربية إسلامية جت في الترتيب دولة الكويت الشقيقة، وجت في المرتبة رقم 48. 48. عرفتوا انا بقول لكم ان النتيجة بتاعت البحث والدراسة دي صادمة ومزعجة ومحرجة وتكسف؟ صدقتوا الإمام الكبير رحمة الله عليه الإمام محمد عبده لما قال في منتصف القرن الماضي، يعني من أكتر من 70-80 سنة، لما سافر باريس وقال كده: رأيت إسلاما في بلاد غير المسلمين. يعني في فرنسا رأى الإسلام بس في بلاد غير المسلمين، وتركت مسلمين بلا إسلام. يعني سبت في بلادي العربية مسلمين، ناس بتقول أشهد الله يا محمد رسول الله وبيقولوا احنا مسلمين، بس ما بيطبقوش مفاهيم الإسلام، ما بيتعاملوش بتعاملات الإسلام، ما بيخافوش على جارهم، ما بيجتهدوش في شغلهم، ما بيغشوش في الامتحانات، ما بياكلوش أكل الميت مال اليتيم،
ما بيرتشوش، ما بيكذبوش، ما بيزنوش، ما بيعملوش، سيبكم من الزنا دي، طلعها بره، خلوها في المعاملات. وعايز اقول لكم والله حتى في الغرب المحترمين ما بيزنوش، المحترمين ما بيزنوش، لان في رايي الاحترام ملوش علاقه بديانه، الاحترام له علاقه باخلاق، بشخصيه، لكن مش دي قضيتنا. انا قضيتنا هنا الدول الاسلاميه، الدول العربيه جايه في مؤخره ترتيب الدول والشعوب التي تطبق تعاليم الاسلام. كلمتي الاخيره، عرفتوا دلوقتي ليه يا ساده هم متقدمين واحنا حالتنا كده؟ عرفتوا ليه هم تعاملاتهم صح وعايشين عيشه صح ونضاف وما عندهمش فساد وما عندهمش رشوه وما عندهمش اهمال وما عندهمش تقصير وما عندهمش واحنا فينا اللي مكفينا؟ عرفتوا ليه ولا ما عرفتوش؟ محدش يقول عشان بعدتوا عن دينكم، عشان الكلام اللي بيقوله الاخوان، لا، احنا ما بعدناش عن ديننا، احنا بعدنا عن تعاليم ديننا، عن سماحه ديننا، عن قيم ديننا. يا رب تكون الرساله وصلت.